صباح الخير. لسه صاحي من النوم من شوية وفطرت. وبعدين قعدت كده شوية كده مع نفسي، قلت بقى ايه، لازم اشرب كوباية قهوة. قعدت نفسي كوباية قهوة، فنجان قهوة. قلت بقى ايه، قررت ان انا ايه اصور لكم فلوج جديد. تعرفوا كده، لما تحسوا ان انتوا عايزين تزقوا اليوم عشان اليوم يخلص. هو انا بقى ايه، حاسس بالاحساس ده، عشان كده انا عملت فلوج ده عشان محسش ان انا عايز اليوم يخلص عشان اشوف اليوم اللي بعديه عشان اليوم اللي بعديه. لا، انا عايز استمتع باليوم بتاعي واستمتع بالوقت بتاعي اللي انا عايشه، عشان ما اكونش مجبر ان انا عايز اليوم يعدي عشان اليوم يعدي. عايز اتكلم في حاجة بتشغلنا كلنا، بتشغل كل المجتمعات، او بتشغل المجتمع عموما. هي الحاجة اللي ان الست دايما عايزة تبقى متساوية مع الراجل، او في حيز ان هما الاتنين يبقوا فيه مساواة ويبقى فيه حاجات كده. وانا بصراحة يعني شخصيا يعني مش مع ان الست تبقى متساوية مع الراجل. ودي حاجة يعني من وجهة نظري، يعني دي شايفها حاجة مش صحية ان احنا يبقى في مساواة ما بين الراجل والست. دي حاجة مش صحية، دي من وجهة نظري انا الشخصية. فاهمين قصدي؟ عايزه يعني عايز اعبر عن اشياء انا شايف ان انا ممكن تخليني ابقى احسن او افضل عموما يعني. بصراحة انا في دماغي افكار كل يوم، يعني يعني مش بتتغير. فمش عارف ايه الحاجة اللي تخليني اغير الافكار اللي في دماغي، او يحصل تغيير في تركيبة افكاري او في افكاري، بحيث ان انا محسش ان اللي في دماغي ده ما بيتغيرش. او معنى ابسط شوية، ان ايه، ان يحصل تجدد باستمرار في طريقة تفكيري، ويحصل يعني تغير في افكاري. دي الحاجة اللي انا محتاج فعلا اغيرها الفترة الجاية. طيب دلوقتي انا شفت الفلوجز اللي انا عملتها، الاربع فلوجات اللي انا عملتهم، حسيت ان هما يعني مش حلوين، او الكواليتي بتاعتهم مش حلوة. مش عارف ده، هل ده ممكن يكون اللي هما مش بيجيبوا فيوهات كتير، ده السبب يعني، ولا مش عارف يعني. مش كده، مش عارف ولا ايه بالظبط، مش عارف بجد. بس مهم يعني انا انزل لكم فلوج جديد هو ده. وشكرا لحد كده شكرا ان انتوا اتفرجتوا للحظة دي.